قد لا يجهل أحد حرفة الخياطة على سبيل المثال، وكثيرون مارسوها، لكن قليلون تساءلوا كيف بدأت هذه الحرفة وكيف كان القدماء يخيطون ملابسهم. الإجابة عن السؤال بدأت تتوضح مع تعرف علماء آثار في المغرب على أدوات خياطة يعود تاريخها إلى 120 ألف سنة. اكتشفت هذه الأدوات واكتشفها فريق دولي في حي حرحورة شمالي العاصمة الرباط. ويقول علماء الآثار إنهم تمكنوا من التعرف على 60 أداة من العظام وقطع صدف مثقوبة يعتقد أنها كانت تستخدم في صناعة الحلي. ويعتقد العلماء أن هذه الأدوات قد تكون الأقدم من نوعها في التاريخ، وأن حرفة الخياطة بدأت في المغرب. ويقال إن البشر كانوا يصنعون أدوات العظام المتخصصة وسلخ الحيوانات، ثم استخدام الأدوات لمعالجة هذه الجلود من الفراء والجلود وكذلك. ويبدو أن المغرب هو بيت الموضة الأقدم في العالم. ولا غرابة في اكتساح اللباس المغربي يعني وتميزه القفطان أو حتى اللباس الرجالي يعني فالمتميز، حتى البلغة كذلك. نتحدث عن حرفة على مر العصور، يعني حرفة تطورت على مر الأزمان، ولا نستغرب بالفعل بأن تكون المغرب على رأي مراد هي عاصمة الموضة العالمية مشاهدينا. وبالفعل هي البلاد العربية التي كانت أساسا لكثير من الصناعات، لكثير من الحضارات، تاريخها حافل وما زال الناس يكتشفون حتى هذه اللحظة.